أكيد كلنا فاكرين حكاية السناجب والثعلب المكار، الحكاية اللي كبرنا عليها دي. بس النهاردة إحنا هنبص عليها بصة تانية خالص، مش مجرد حدوتة بنحكيها قبل النوم وخلاص. لا، دي تعتبر درس عبقري في التواصل والإقناع، متصمم عشان يزرع جوانا درس صعب قوي ننساه. فخلينا كده نفصص مع بعض إزاي حكاية تبان بسيطة زي دي ممكن تكون في الحقيقة أقوى من 1000 محاضرة عن السلامة والأمان. طيب، القصة بتبدأ إزاي؟ المشهد بسيط جدا. بيت السناجب الصغيرين ومامتهم مش موجودة. الدنيا هادية خالص، وفجأة بنسمع صوت بيكسر السكون ده. خبط على الباب، دق دق دق. الصوت ده بالذات هو الشرارة الأولى اللي هتبدأ تشعل كل الأحداث اللي جاية. وهنا بيجي السؤال اللي هو يعتبر قلب التوتر في القصة كلها: مين اللي بيخبط ده؟ السؤال هنا مش للسناجب بس على فكرة، لا، ده لينا كلنا وإحنا بنسمع. في اللحظة دي بالذات خلاص ما بقيناش مجرد مستمعين من بعيد، إحنا كمان بقينا عايشين معاهم نفس القلق ونفس الترقب. طيب، عشان نفهم بجد قد إيه القصة دي عبقرية، لازم نقف شوية ونحلل استراتيجية الثعلب. الموضوع ما كانش مجرد محاولة وخلاص، لا، دي كانت خطة مدروسة جدا، وخطة بتتصاعد، كل مرة فيها خداع أكبر، وفي كل مرة بيظهر بقناع جديد تماماً. بص بقى على التكتيك هنا عشان ده مهم قوي. التعلق بدأ بأكتر شخصية ممكن تطمن أي طفل: الجدة. والإغراء بتاعها إيه؟ حاجة بسيطة ومحبوبة: كيكة عيد ميلاد. طيب، الخطة دي فشلت. يعمل إيه؟ يعلي مستوى الإغراء، يظهر في دور الجد، بس المرة دي معاه هدايا وحلويات أكتر. ولما دي كمان تفشل، بيقدم العرض اللي هو يعني صعب قوي طفل يقاومه: بياع لعب جاي يوزع هدايا ببلاش. شوفوا التصعيد، كل مرة بيضرب على وتر حساس أكتر عند الأطفال، وبيخلي الموضوع أصعب عليهم. ورغم كل الإغراءات دي اللي بتزيد كل شوية، رد السناجب كان هو واحد، حاسم وما بيتغيرش. الجملة دي فضلت تتردد كل مرة زي اللازمة كده: صوتك خشن، انت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب. الرد ده كان هو الدرع بتاعهم، خط الدفاع الأول والأخير اللي كان بيخليهم في أمان. طيب، السؤال هنا: إيه سر الصمود ده كله؟ إزاي قدروا يفضلوا ثابتين كده؟ هنا بقى بنتنقل من محاولات التعلب الفاشلة للسبب الحقيقي اللي خلاهم ينجحوا، وهي قاعدة واحدة. قاعدة بسيطة جدا بس قوية وصلبة زي الصخر، والسناجب كانوا ملتزمين بيها التزام كامل. الجملة دي هي اللي كانت دستور الأمان بتاعهم كله: ما دامت ماما بالخارج، لن ندخل أبدا غرباء. ناخد بالنا من قوة وبساطة القاعدة دي، ما فيهاش أي احتمالات، ما فيش يمكن أو طب لو، لا، هو مبدأ واضح وصريح وقاطع، ما فيهوش أي مساحة للنقاش أو لأي استثناءات خالص. القصة هنا بتقدم لنا مفهوم عبقري قوي، اللي هو قاعدة سلامة العيلة. طب القاعدة دي بتعمل إيه بالظبط؟ ببساطة هي مبدأ سهل جدا يتحفظ، ومطلق يعني ما فيهوش استثناءات. والميزة الكبيرة بتاعته إنه بيدي للأطفال القوة إنهم ياخدوا القرار الصح، من غير ما يحتاجوا يدخلوا في الحتة الصعبة بتاعت طب هو الشخص ده شكله طيب ولا شرير. يعني هي بتشيل من عليهم عبء التقييم ده خالص، وتديهم خطوة واحدة واضحة: نفذ القاعدة وبس. بس العبقرية بتاعت القصة ما بتوقفش عند مجرد اللوم اتبعوا التعليمات وخلاص، لا، الذروة الحقيقية، اللحظة اللي بتفرق بجد، هي لما السناجب نفسهم بيتحولوا من مجرد ناس بتدافع وبتطبق قاعدة لناس بتهاجم بذكاء، وهم اللي بياخدوا زمام المبادرة. هنا بقى الثعلب قرر يلعب بآخر ورقة معاه، وأخطر ورقة كمان. غير الاستراتيجية بتاعته 180 درجة. المرة دي مش جاي ومعاه هدية في إيده، لا، ده قدم نفسه على إنه عمه، يعني شخص المفروض إنه من دايرة الثقة. والإغراء إيه؟ تجربة ممتعة، خروجة للسيرك. ده بقى مش إغراء مادي، ده إغراء نفسي واجتماعي، وده أخطر بكتير. وهنا بنشوف اللحظة اللي الموازين فيها بتتقلب بشكل مذهل. قدام إغراء الثعلب يلا بينا نروح السيرك، السناجب بيردوا عليه باختبار مضاد في منتهى العبقرية. سؤال يبان بريء قوي لكنه في الحقيقة فخ: يا عمو، ما أحلى اللعب، هل تسمح نصطحب الكلب؟ في الثانية دي الأدوار اتبدلت، هما اللي بقوا بيمتحنوه. مجرد صوت نباح الكلب، هاو هاو هاو، الصوت ده لوحده كان كفاية قوي. فضح كل حاجة، فضح خوف في الثعلب الحقيقي اللي كان مستخبي. وبمجرد ما الخوف ده ظهر، كل الأقنعة وكل الخداع اللي كان عامله، كل ده انهار في لحظة. وهنا بقى بتيجي لحظة النصر. السناجب المرة دي مش بس رفضوا، دول ضحكوا وهم بيعلنوا انتصارهم عليه: ها 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 يا كذاب، انت الثعلب، هيا اذهب.
في اللحظة دي موازين القوة مش بس اتقلبت، لأ، دي اتقلبت بالكامل. هما اللي بقوا مسيطرين تماماً على الموقف. طيب، بعد ما شفنا الأحداث دي كلها، خلينا نرجع خطوة لورا ونسأل نفسنا السؤال الأهم. ليه حاجة بسيطة زي دي تعتبر أداة تعليمية خارقة وفعالة للدرجة دي؟ إيه هو سر نجاحها واستمرارها جيل ورا جيل؟ القصة دي عبقرية بجد لكذا سبب، وكلهم مرتبطين ببعض. أول حاجة التكرار. تكرار محاولات الثعلب وتكرار رد السناجب ده بيحفر القاعدة في الذاكرة لغاية ما تبقى رد فعل طبيعي. تاني حاجة القاعدة نفسها واضحة وبسيطة، يعني بتقدم خطة أمان مباشرة من غير تعقيدات. وكمان تصاعد الخطر مع كل محاولة من الثعلب ده مش بس بيعمل إثارة، لا ده بيأكد كمان على أهمية القاعدة دي. والأهم من كل ده في رأيي إن النهاية مش مجرد إنهم نجوا وخلاص، لا، دي لحظة تمكين. الأطفال هم اللي انتصروا بذكائهم. وفي الآخر خالص كل العوامل دي بتوصلنا لدرس واحد بسيط وواضح ومباشر للكل. وده بيوصلنا لآخر سؤال محتاجين نفكر فيه كلنا. إزاي القصص اللي ممكن تبان بسيطة قوي وبتتحكي في دقايق بيبقى عندها القدرة الرهيبة دي على تعليم دروس حياتية كبيرة ومهمة، ويمكن كمان بشكل أعمق وأقوى من أي طريقة تانية؟ يا ترى إيه هو القوة الحقيقية اللي بتكون مستخبية جوه أي حكاية؟